السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. تعالي بقى النهاردة جبنا شوية مشتريات كده من مرشدي. كل سبت وجمعة او جمعة وسبت بينزل تخفيضات حلوة قوي قوي. انا بروح اجيب بيهم حاجات اللي ناقصاني. المرة دي بقى جبنا طقم الصيني، واخيرا رسينا على موديل وشكله حلو قوي واقتصادي جدا جدا جدا. وجبنا شوية حاجات كده روافع كده حلوة قوي قوي برضو من مرشدي، كان نازل على تخفيضات حلوة قوي قوي قوي. وتعالي بقى وانا اوريكي احنا جبنا ايه بالظبط. والوصل لحد هنا اعملي لايك للفيديو واشتراك للقناه. وتعالي بقى اوريكي الرفايع الاول، وبعد كده هوريكي طقم الصيني حلو قوي قوي قوي. وازاي جبناه اقتصادي، ما تجيبيش اسعار عاليه قوي. دول كانوا 4 اتصال. نوفال ده حلو قوي، انا مستعملاه في البيت يا جماعه، حلو قوي قوي. كانوا الاربعه أربعة من القلايات، طبعا مقاسات مختلفة، كانوا ب775 جنيه. بس حلوين قوي. كان في 3 برضو، بس أنا جبت الأربعة ده عشان الصغيرة، عشان الملوخية والكلام دوت. وبصي بقى العجانه الصغيره والعجانه الكبيره دي تحفه. طبعا دي اقماع للحلويات، كانت ب25 جنيه. حلوه قوي يعني، فيها مجموعه كبيره جدا، وكانت رخيصه قوي على فكره. استانلس كده وصغيره قوي للحاجات الصغيره. ودي بقى عجانتين، واحده كبيره واحده صغيره، جميله. جاي بس الكبيره هوريك دلوقتي. الكبيره كده اهي، دي جبتها ب100 بالغطا بتاعها، بس الماتيريال بتاعتها حلوه قوي وجميله جدا. والعجانه الصغيره برضو دي طبعا فراخ تعجني فيها مثلا كوبايتين دقيق، جميله جدا. جبتها لها برضو، دي ب60 جنيه. ممكن انا اخد الكبيره واديها الصغيره على حسب يعني، ممكن. طبعا هم البنات دول ما بيعرفش بيعجنوا ولا بيعجنوش. بصي بقى الطقم الخطير ده لقيت عليه تخفيض وانا واقفه. حلوه قوي قوي قوي. النوع الازاز بتاعهم جميل، ده كمان الصوره ظلماهم. 3 مقاسات من الكوبايات للعصير، جميله جدا. بصي 6 من دول، و6 من الكبار شويه، و6 من الكبير قوي. وهفتحه دلوقتي واوريهولك. فعلا الازاز بتاعه خطير، هو ازاز مستورد مش مصري. شايفه الازاز بتاعه عامل ازاي؟ جميل جدا، والماتيريال بتاعته حلوه قوي. دي الكوبايه الكبيره شويه، اللي هي دي الصغيره، والتانيه الاكبر منها. اهي 6 برضو. يعني في كوبايه صغيره وفي كوبايه اكبر شويه. اوريكي بقى كوبايه الكبيره تحت الميه دي والعصير، حاجه جميله. بصي الازاز بتاعها جميل جدا على الطبيعه. ده كان نازل عليه تخفيض، كان ب475. ايه 18. شايفه الازاز بتاعهم جميل جدا جدا. طبعا انت بتجيبي كوبايات كتيره واشكال كتيره وانواع كتيره منها، منه الغالي ومنه الرخيص، بس انت بتجيبي من ده ومن ده. بصي دول 6 كانوا كبار، 6 كبار شويه برضو، اصغر منهم حاجه بسيطه، 6 صغيرين قوي، مش صغيرين قوي قوي يعني. بس لو عندك عصير قليل ولا حاجه وعايز تقدمي فيهم، هتقدمي فيهم على حسب كميه العصير اللي عندك. طبعا انا بحب الكوبايات القصيره دي احسن من الكاسات، لان الكاسات وانت ماشيه هتلاقيها وقعت منك. بصي بقى لقيت ايه الكوبايه دي ب99 جنيه. ده طبعا العصير في رمضان كده تحطي كل دوت. الكاس ده بيشيل كوبايتين، يعني مثلا لو عايز تعملي عصير انواع تعملي فيه، مش تشربي فيه بصراحه لانه كبيره جدا، يشيل كوبايتين. فانت تعملي مثلا عصير انواع تعملي فيه. بصي دول كانوا ب 99 جنيه، جبتهم لها برضو. طبعا هي وجوزها بقى هتعمل كوبايتين عصير في رمضان في كذا نوع، فهتعمل حاجات قليله، مش لازم الشفشق الكبير دوت. بصي 6 صغيرين، 6 كبار شويه، 6 كبار قوي. وانا طبعا قلت لكم على الاسعار. وطبعا انتي بتجيبي على حسب مزاجك وعلى حسب ذوقك، بس انا بوريكي الاسعار اللي انا بجيب بيها. والحاجه بقى طبعا اللي بتجيبيها ايه العمليه. يا جماعه اللي بيجهز بنوته ولا بنت مش على كلامها هي. هاتي الحاجات اللي انت تستعمليها في البيت وحاسه ان هي مهمه جدا. يعني هاتي الحاجات اللي العمليه جدا، مش مهم تخزنوا دلوقتي لان الاسعار عاليه جدا. مش مهم نجيب حاجه كتير. هاتي الحاجات اللي هي تستعملها، حاجه تركنها لا. يعني بصي الحاجات دي ما شاء الله حاجات كلها عمليه. وطقم الصيني بتاعها بصي جميل جدا، جبته عملي جدا جدا. ومش عايزه اقولك ان انا جبت نوع رخيص كمان. هو طبعا بالنسبه للايام دي هو غالي، اغلى من الاول، بس برضو جبت يعني اقل انواع من السعر، لان هو بيتركن. انت بتجيبي طقم عشا وطقم بورسلين وطقم اكروبال، فبتستعمليه فين وفين. يعني انا لحد دلوقتي عندي طقم الصيني اهو بقاله يجي 20 سنه، يمكن استعملته مره. بصي بقى ما فتحته اوريكم على الطبيعه، جميل جدا. طبعا هي مختارها شكل رقيق خالص، ما فيهوش اي حاجه. ده 62 قطعه.
بص السيرفيس بتاعه حاجه في منتهى الشياكه. طبعا والصيني ده اذواق، وكل واحد يجيب الذوق اللي يعجبه. هو كل انت تختاري اي حاجه هتبقى حلوه بالنسبه لك. يعني ما تتربطيش بحد يقولك ده حلو فانت تجيبيه، لا، هاتي على ذوقك وهاتي اللي تحبيه انت واللي ترتاحي له انت. بصي الطبق بتاعه، الغرف بتاعه بصراحه هو جميل جدا. ده طبق الكبير، طبق الغرف السلطانيه بتاعت الشوربه. واجيب دلوقتي طبق الحلويات. بصي طبق الحلويات طبعا من كل نوع 6. هو في 12 طبعا، بس معاه 13000 ولا 14000. فلما انصحك ان انت تجيبي طقم صيني على اضيق الحدود. وادي الحله الشوربه بتاعته. بصي الفنجان بتاعه والسكريه واللبانه والبراد بتاعه. وادي السرفيس الكبير وادي السرفيس الصغير. طبعا احنا فتحناها على ترابيزه تانية عشان الترابيزه التانية كان عليها حاجات اللي هي احنا صورناها دلوقتي. اول ما شالها في الكراتين بقى تاني بتاخد وقت. بصي سرفيس كبير، اتنين سرفيس صغير، شكلهم حلو جدا وشكلهم شيك. كل ما تجيبي الصيني بتاعك رقيق هيقعد على مدى السنين. هيقعد على مدى السنين. ودي الاطباق اهي اوريك منظر تاني. بصي الطبق الكبير شكله جميل، وشلناه في الكرتونه. وجبنا النهارده شويه حاجات النهارده حبيت اوريها لكم. ودوت كان ب 4999 بالظبط. 62 قطعه طبعا، والنوع على الكرتونه بتاعته. يعني انا ملحقتش اقرا لكم على الكرتونه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والقاكم ان شاء الله في الفيديو الجاي باذن الله على خير وسلامه. هو نوعه باين لوتس. استني كده هنشوف نقفل الكرتونه. لوتس. لوتس حلو قوي النوع ده اصلا.